بول أوساريس ليس مجرد اسم في هامش حرب الجزائر، بل هو الجرح المفتوح الذي حاولت فرنسا إخفاءه تحت طبقات من الصمت والكذب لعقود طويلة. وعندما قرر الكلام لم يفعل ذلك ليعتذر أو ليطلب الصفح، بل ليقول الحقيقة كما هي، عارية قاسية بلا رحمة، وكأنها سلاح أخير في حرب لن تنتهي بعد. ولد بول أوساريس سنة 1918 في فرنسا، ونشأ داخل منظومة تعتبر الجيش مقدسا والطاعة فضيلة لا يناقش فيها. والتحق بالمؤسسة العسكرية مبكرا، وتكون داخل عقلية ترى في الأوامر قانونا أعلى من الأخلاق، وفي الدولة كيانا لا يخطئ حتى لو ارتكب الجرائم. شارك أوساريس في الحرب العالمية الثانية، ثم انتقل إلى وحدات خاصة مرتبطة بالاستخبارات، وهناك تعلم أن الحروب الحديثة لا تحسم فقط في ساحات القتال، بل في الزوايا المظلمة حيث يكسر الإنسان نفسيا قبل أن يهزم جسديا. وعندما اندلعت الثورة الجزائرية وجدت فرنسا نفسها أمام حرب لم تفهمها ولم تستطع السيطرة عليها بالطريقة التقليدية، فاختارت طريقا آخر، طريق الإنكار، فقد رفضت الاعتراف بأنها تخوض حربا، وسمت ما يجري مجرد عمليات لحفظ النظام، وكأن الملايين الذين ثاروا لم يكونوا شعبا يطالب بحريته، بل مجرد مشكلة أمنية عابرة. في هذا السياق أرسل بول أوساريس إلى الجزائر، وتحديدا إلى العاصمة، حيث كانت المعركة الأخطر ليست في الجبال بل في الأزقة والبيوت والأسواق، حيث تختلط الثورة بالمدنيين، وحيث الخوف يمكن أن يتحول إلى سلاح فعال. وهناك بدأ دوره الحقيقي، لا كجندي يحمل بندقية، بل كضابط يشرف على شبكة كاملة من الاستجوابات والاعتقالات. معركة الجزائر لم تكن مجرد فصل عسكري، بل كانت لحظة سقوط أخلاقي كامل. قررت فيها القيادة الفرنسية أن كل شيء مباح من أجل سحق الثورة، وأن القيم التي ترفعها الجمهورية يمكن تعليقها مؤقتا باسم الأمن. وهنا ظهر التعذيب كأداة رسمية لا كخطأ فردي، فقد أدار أوساريس نظاما كاملا من العنف المنهجي، بالصعق بالكهرباء والإغراق بالماء والضرب والتعليق والحرمان من النوم، كلها وسائل استعملت بشكل يومي داخل مراكز احتجاز سري وبعلم القيادات العسكرية والسياسية. ولم يكن الهدف فقط انتزاع المعلومات، بل زرع الرعب في المجتمع بأكمله. بعد سنوات طويلة خرج أوساريس ليعترف بكل ذلك، وقال بوضوح إن التعذيب لم يكن انحرافا بل سياسة، وإن الدولة الفرنسية كانت تعلم بكل شيء، وإن التقارير كانت ترفع بانتظام، وإن أكبر كذبة في تلك الحرب هي الادعاء بأن ما حدث كان تجاوزات معزولة. وأكد أنه لم يشعر يوما بأنه يرتكب جريمة، لأنه كان ينفذ الأوامر وكان يعتبر نفسه أداة في يد الدولة. لكن التعذيب لم يكن أبشع ما اعترف به، فقد كشف أوساريس عن الإعدامات خارج القانون، حيث أكد أنه أشرف بنفسه على قتل عشرات الجزائريين دون أي محاكمة، بعضهم بعد انتهاء الاستجواب وبعضهم لمجرد الاشتباه، ثم كانت الجثث تختفي أو ترمى في أماكن مجهولة، أو يعلن رسميا أنهم انتحروا أو حاولوا الفرار. وهكذا لم تكتفي المنظومة بالقتل، بل بنت حوله رواية كاذبة لإخفاء الحقيقة عن الرأي العام. أخطر ما فجرته اعترافات بول أوساريس كان قضية الشهيد العربي بن مهيدي، أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية التي ظلت فرنسا لعقود تزعم أنه انتحر داخل زنزانته. لكن أوساريس خرج بعد أكثر من 40 سنة ليقول إن بن مهيدي لم ينتحر، بل خنق بأمر مباشر من القيادة العسكرية. ثم فبركت قصة الانتحار لإغلاق الملف، وكان هذا الاعتراف بمثابة ضربة قاسمة للرواية الفرنسية الرسمية، وكشف حجم الكذب الذي بني عليه تاريخ كامل. ما جعل قصة أوساريس أكثر رعبا ليس فقط ما فعله، بل الطريقة التي تحدث بها عن نفسه. فقد قال بلا تردد إنه لا يشعر بالندم، وإنه لو عاد به الزمن لفعل الشيء نفسه، لأنه كان يعتبر نفسه جنديا يؤدي مهمة أوكل بها، ولم يرى في ضحاياه بشرا لهم أسماء ووجوها، بل أهدافا يجب التخلص منها.
وهذا البرود الأخلاقي صدم المجتمع الفرنسي أكثر من الاعترافات نفسها، لأن فرنسا كانت مستعدة لسماع اعتذار مباشر منه، لكنها لم تكن مستعدة لسماع رجل يقول إنه لا يأسف على شيء. سنة 2001 نشر بول أوساريس كتابه الشهير الخدمات الخاصة الجزائر 1955-1957، وفيه كشف تفاصيل ما كان يدور في الكواليس دون محاولة تبرير أو تجميل. فجر الكتاب عاصفة سياسية وإعلامية داخل فرنسا، فتحت تحقيقات وسحبت منه أوسمته العسكرية، وأصبح رمزا للعار في الذاكرة الجماعية. لكن رغم ذلك لم يدخل السجن، لأن قوانين العفو التي أقرت بعد الحرب حمت كل من شارك فيها، وهكذا بقيت الجرائم بلا عقاب. بول أوساريس لم يكن حالة فردية شاذة، بل كان نتاج منظومة استعمارية كاملة، منظومة قررت أن تحافظ على سيطرتها مهما كان الثمن، حتى لو خسرت روحها. ولذلك فإن قصته ليست فقط قصة ضابط، بل قصة دولة كذبت على نفسها وعلى شعبها وعلى العالم لعقود طويلة. المفارقة المرعبة أن أوساريس لم ينهار نفسيا كما انهار كثير من الجنود الفرنسيين الآخرين الذين عادوا من الجزائر محطمين تطاردهم الكوابيس والذكريات، بل عاش مقتنعا بما فعل. وهذا ما يجعل قصته أكثر خطورة، لأنه يثبت أن أخطر الجرائم لا يرتكبها دائما أشخاص مضطربون، بل أحيانا أناس عاديون يؤمنون أنهم على حق. وبهذا الاعتراف لم يعد الكتاب مجرد شهادة ضابط متقاعد، بل تحول إلى مرآة قاسية أجبرت فرنسا على النظر فيها، مرآة عكست حقيقة حرب قامت بخياطتها الدعاية طويلا بشعار التحضير والقيم، فإذا بها تكشف كحرب ظل قائمة على التعذيب والاختطاف والقتل السري. داخل فرنسا انقسم الرأي العام بين من رأى في أوساريس مجرم حرب يجب محاسبته، وبين من حاول تبرير ما فعله بذريعة الأوامر والضروريات الأمنية. وفي خضم ذلك كله بقيت الجزائر حاضرة كجرح مفتوح، لا كضحية صامتة، بل كشاهد على أن القوة قد تربح معركة ولكنها تخسر نفسها أمام التاريخ، وأن معركة الجزائر لم تنتهي بخروج الجيش، بل ما زالت مستمرة في الذاكرة والضمير. والسؤال الذي لا يموت: من يحاسب الدول إذا تحولت إلى جلاد؟ وفي نهاية هذه الحكاية لا يبقى أوساريس في الصورة إلا كاسم في هامش التاريخ، بينما يتقدم إلى الواجهة أولئك الذين لم يكتبوا شهادات ولم يدعوا بطولة، بل صنعوها في الزنازين والأزقة والجبال. أبطال الجزائر الذين حملوا القضية عارية إلا من الإيمان، وواجهوا أقسى آلات القمع بأجسادهم، فانتصروا وهم مقيدون، وربحوا المعنى وهم يهزمون عسكريا. هنا يسقط الجلاد مرة أخرى، لأن التاريخ لا يحفظ أسماء من عذبوا، بل يحفظ أصوات من صمدوا، وتبقى الجزائر شاهدة على أن الحرية لا تنتزع بالكهرباء، بل تولد من دم المقاومين وصبر الشهداء. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا. كان معكم عبد الجليل صاحب قناة الأسد الحديدي. نتشرف بانضمامكم في قناتي ودعمي كي أستمر في نشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.